انت شايفها من نهارها كده من نهار ما قعدتش معاه شهرين على بعض. كلم. أنا رانيا السيد حمد عطية عوض حسين الشرباز، مختفي من يوم الحد. آخر مكالمة له كانت يوم الحد، هو في لقبي منطقة درن. من يوم الحد كان مكلمني، بعدها ما كلمناش خالص ولا نعرف عنه حاجة. احنا عايزين بس نعرف هو فين، نطمن عليه. لو هو عايش ماشي اطمن، لو هو ميت يجي هنعرف القبر بتاعه ونقعد جنبه وهنبقى عارفين هو راح فين وجه منين. والنبي طمنونا عليه، ما عدناش حاسين بيه، قلبنا وجعنا عليه والله. عايزين نعرف هو عايش ولا ميت. هو يتيم ومتغرب والله، ما قعد مع مرته الا شهر واحد، ما عادش الا مع مرته الا شهر واحد، وعليه 70,000 جنيه كان رايح يسدهم بتوع العزاي. لسه ما بعتش ولا جنيه، وقال لما سد حاجه سد 20 كان عليه 90، سد 20 عليه 70 لسه. طمنونا عليه والنبي، مش عايزين اي حاجه الا نطمن عليه ونعرف هو فين. لو عرفت عنه اي حاجه طمنا عليه. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصري اليوم، حاله من الانهيار والحزن تتشح بها مدينه بني عبيد التابعه لمحافظه الدقهليه بعد فقدان 3 من ابنائها. عبد الستار محمد عبد القادر 33 سنه، نجار مسلح متزوج ولديه 3 اطفال، اصغرهم طفله عمرها 1.5 سنة. عطية عوض الحسيني اللي عمره 28 سنة، نجار مسلح، اللي شفنا زوجته في حالة انهيار دلوقتي قدامنا، مش قادرة تتكلم ومش قادرة تستوعب ان جوزها اختفى جراء السيول والأعاصير اللي شهدتها مدينة درنة الليبية. وأيضا شريف منير محمود عبد الله اللي عمره 29 سنة، نجار مسلح، كان نازل عشان يخطب، عشان يكون أسرة وبيت. حالة من الحزن والأسى والانهيار داخل محافظة الدقهلية، وتحديدا مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية. أنا عايز أعرف آخر اتصال كان بينكم وبين عطية كان إمتى، أو بينه وبين زوجته؟ يوم الحد كان مكلمنا وكان حيل، وصورنا الشتاء، كانت الحته بتمطر هناك، وقف في قلب البيت وقعد يورينا ويقول لنا شوف هنا عن هنا الحته بتشتي وانتوا عندكم لابسين بنص كوم. ومن ساعه نيجي نرن عليه مش عارفين نوصل. حصل البتاع دي الفوضان دي، نرن عليه برضك مش عارفين، اللي يقول لنا ده عايش واللي يقول لنا ده ميت، واللي يقول لنا ما احناش عارفين هو فين ولا نعرف عنه حاجه، وما احناش عارفين نوصل له خالص، والدنيا متقفله معانا. احنا عايزين بس نعرف هو فين. هي زوجته قعدت معاه شهر واحد بس. شهر واحد بس، وطلع عشان يسدد ديونه، يسدد الدين اللي عليه، ويدور على لقمة العيش يسدد من خلالها الدين ويصرف على زوجته والله وبيته. شهر واحد والله، وراح يشتغل قال عشان يسد الفلوس اللي عليه، ومن ساعتها ولا نعرف عنه اي حاجه، ما نعرفش حاجه خالص. طب انتوا جالكوا خبر ان هو مفقود او ان هو كان داخل مدينة درنة ازاي؟ يعني عرفتوا منين؟ هو كان السكن بتاعه في منطقة درن، وكان بيتكلمنا واحنا عارفين من يوم ان هو في درن، ومصور لنا السكن بتاعه والدنيا حلوة معاه، وكان مبسوط ان هو بيسد في اللي عليه، كان مبسوط بيقول انا هاجي يا ندى، كان هي حامل وسقطت، قال لها انا هاجي يا ندى ما تزعليش ولا تزعلي نفسي، انا هسد اللي عليا، لو سديت يعني اللي عليا. كانت حامل ولما سافر سقطت وكانت تعيط ومنهارة، قال لها ما تزعليش اي يعني مش عايزين، بس ما دام انا حلو قدامي، لو حتى سديت اللي عليا في 6 اشهر هننزل، مش هستنى سنه ولا 2، انا هنزل وهنعيش مع بعض، وما تزعليش نفسك يا ندى، ما تزعليش نفسك، انا هبقى حيل. ومكلمنا والله يوم الحال. اختك في حاله انهيار تام بالشكل اللي احنا شفناه ده، هي من يوم ما سمعت الخبر وهي بالشكل ده؟ هي بالشكل ده، ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام،
كل ما تفتكر تصوت وتقول جوزي انا عايزاه، جيبوا لي حتى لو هو ميت جيبوه، انا اعرف التربه بتاعته واعيش اقعد جنبه، مش هسيبه ولا هبعد عنه، وبقعد جنب التربه كده واقول له انا جنبك اهو يا عطيه، انا هقعد جنبك اهو مش هسيبك يا عطيه. ولو هو معوق انا راضيه بيه برضه، لو في اصابه ومعوق ولا في اي حاجه انا راضيه بيه، انا راضيه بيه، حتى لو هو في اي حاجه انا راضيه بيه، مش هبعد عنه. يعني برضو الموقف صعب، زوجة قعدت مع جوزها شهر واحد ويعني خرج عشان يشوف لقمة عيشه، عشان يسدد مصاريف جوازه ويسدد فلوس عزاله ويسدد الفلوس اللي اتدين فيها، وبعد فترة قليلة يجي خبر ليها ان هو مفقود، ما هيش عارفة هو متوفي ولا عايش. طب نرجع معاك ونتكلم مع حماته دي، والدة زوجته. انت حضرتك والدتها. ايوه. انت الخبر وصلكوا ازاي يا امي ان هو مفقود؟ هو وصل لنا يوم الاثنين قالوا ده في، انا كنت عندنا في متغامر وكانوا بناتي معايا، احنا كنا رايحين في عقبال ولادك، كان في فرح، كنا في خطوبه بنت اخوي، ويوم قالوا لنا، هو اتصلنا عليه وقلنا له يا عطيه في فرح واحنا هنروح، وكلمنا يوم الحاد وقلنا له ندى هتيجي معانا، وقال روحوا خليها تروح معاكم وتفرحوا سوا، وكان مكلمنا حيل، وكنا يعني مكلمينه يعني حيل. هو كان بيدور كمان على فرح زوجته. ايوه، ان هي تفرح ايوه، قال له خدها معاكي يا ام حامد، خدها معاكي وما تسيبهاش عشان تبقى معاكم في الفرح وتفرح معاكم. فاحنا رحنا حضرنا الفرح، جالنا الخبر هناك وانتوا في الفرح. واحنا في الفرح جالنا خبر هناك، جوزي رن علينا وقال ده عطيه مات. ده اللي احنا الخبر اللي جانا، بقينا عمالين نصوت مش مصدقين، مات ازاي؟ احنا مكلمينه وفي تسجيل صوتي، يعني هو مكلمها صوت برضه في التليفون، ومكلمها على النت. وهو بكلمكم كان بيقول لكم ان في هنا مطر وشتاء، لكن ما كانش في اعاصير بالشكل اللي اجتاح. لا ده شتاء مصور الليبيه. لا شتاء مصوره، شتاء عادي زي اللي بيجي عندنا في مصر، شتاء عادي، ومصورنا البيت السكن اللي هو فيه مصوره. انت قلت لي ان عطيه ما قعدش مع بنتي غير شهر واحد بس. ايوه، عطيه كان هو يعني كان معاه قرشين، هو بلش شقته، دخل سباكه، محر، صب، عمل الحاجات ديت، جاي لحد الفرش بتاعه ما قدرش اللي هو يكمل، ما كانش معاه كمل بالدين. ما كانش معاه، بيحت له ذهب بنتي قبل ما يخش شبكتها، انا بعتها له قبل ما يخش، دفعناها عربون لوحده، وجابت له العزال بتاعه من الاول للاخر، من الخشب للستاير للمراتب لكله، وانا ضمنته، جابت له العزال ب90,000، دفعنا 10 المقدم و10 هو سدهم من النقطه بتاعته وكده، وفضل عليه 70. فهو لما لقى 70 سافر ليبيا، قال انا لو اشتغلت في مصر انا مش هقدر اسد الدين ده كله، عشان خاطرك يا ام حامد، عشان ما تتحبسيش. اشترى خاطركم. اشترى خاطري، يشتغل بره مصر عشان انا ما اتحبسش، ويبدا عشان انا ما اتحبسش، عشان ضمنته، ما حدش يقدر يضمنه. انا قلت له انا هضمنك، يعني لو انا هموت فيها واتحبس انا هضمنك، ضمنته من غير ما حد يعرف. انت كنت قريبه منه قوي يا حاجه. ابني انا معايا واد واحد، هو واحد معايا وحيد على البنات دي، على البنت الاثنين، وعاديه كان ابني، ومعايا جوز بنت التاني برضه ابني برضه، هم جوز البنات هم اولادي برضه، كان حنين عليا، ما كانش بيسيبني في اي حاجه، كان بيحبني، يجي من بره يعبط عليا ويبوس فيا. هم الثلاثه المفقودين داخل مركز بني عبيد هنا قريب؟ اعتبر احنا كلاتنا من جنس واحد، وصاحبه دي سمير دي صاحبه، وولاد تخته واحده في المدرسه، اللي هو شريف. شريف منير محمود عبد الله. ولاد تخته واحده في المدرسه وصاحبه، وكان معاه، وهو اللي حجنا على هناك في ليبيا. وعبد الستار محمد عبد القادر جوز اخت شريف. يعني يعتبر انتوا كلكم عيله واحده. عيله واحده وجنس واحد. الجنس ده كلهم هم هنا برضه في الجنس ده. اللي انتوا طالبينه ايه يا امي؟ طالبين ان هم ييجوا، طالبين ان هم ييجوا نشوفهم، انتوا حيين او ميتين. يجوا لكم ان شاء الله، وربنا يطمنكم ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. عايزينهم حيين، عايزينهم كده برضه ندفنهم ونعرف هم فين برضه، نعرف ترابهم، نزورهم ونشوفهم برضه. ده اللي احنا طالبينه، مش طالبين حاجه، طالبين احنا نطمن عليهم بس، ويجولنا كده او كده يجولنا. بنتك في حاله ذهول وانهيار، مش قادره تخرج، مش قادره تشوف حد بالشكل اللي احنا شفناه في اول لايف.
هي من يوم ما كده سمعنا الخبر وهي كده. هي الخبر وصل لها برضه وهي في الفرح؟ وفي الفرح، وعملنا هناك جنازه اكتر من كده. عملنا هناك جنازه وناس اتقلبت برضه علينا واتلمت علينا برضه. واهلي كلهم كانوا معايا هنا، جولي هنا معايا، ما سوونيش اجي لوحدي. كنا اكتر من كده هناك في متغمر. ومن الوقت ده وانتوا كلكم ملمومين قدام بيوتكم، قدام بيوتنا، ومتجمعين قدام بيوتكم في انتظار خبر ان هو جاي في السكه. حابه يقولوا لنا، حابه يقولوا ده هم حيين على الجبل، نزغرط ونفرح. حابه يقولوا ده هم ميتين وما مش باين لهم ملامح. حابه يقولوا ده هم جايين في العربيات ميتين على صورهم، ما احناش عارفين حاجه. وحابه يقولوا في الثلاجات، وحابه يقولوا ده هم بالكشوفات اللي نازله اساميهم، ندور مش لاقيين حاجه. لا احنا عارفين اسامي ليهم ولا احنا عارفين هم فناحيت. احنا عايزينهم صاحيين او ميتين، احنا عايزينهم نطمن عليهم بس، سواء صاحيين سواء ميتين عايزينهم. احنا عايزينهم. عطيه دي كان اغلى من الدنيا بحالها عندي. انا اللي هموت عشانه. عطيه اغلى واحد في الدنيا، ما يسألش كده، ما ينساش اللي حصل له. عطيه مات يتيم وعاش غلبان، وراح غلبان برضه، ان شاء الله يتحيي ان شاء الله. ربنا يطمنكم عليه يا رب، ويصبر قلوبكم يا رب. انت كبير يا رب، اديلنا علاوي النبي يا رب، هو واللي معاه يا رب، واللي زيه يا رب. ابني هناك في ليبيا ما بياكلش ولا بيشرب برضه من ساعه ما عرف الخبر، بس هو بعيد عنه. وكل شويه بيتصلوا برضه، وكل شويه يقولوا لنا ده حصل كذا وحصل كذا، بس احنا مش فيش حاجه بتدل. حتى اللي في ليبيا ما فيش حاجه بتدل، مش عارفين حاجه تدلنا ولا حاجه تعملنا، مش عارفين. ربنا يصبركم يا امي يا رب، ربنا يصبركم ان شاء الله تطمنوا عليهم باذن الله. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصري اليوم، زي ما حضراتكم شايفين تجمعات أسر المفقودين داخل جمهورية مصر العربية. وهنا من داخل مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، فقدان 3 شباب من أسرة واحدة داخل مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بعد الأحداث الأخيرة اللي شهدتها مدينة درنا بالجماهيرية الليبية، بعد أن اجتاحها الإعصار اللي دمر المدينة بالكامل ودمر بعض القرى اللي محيطة بيها، حتى وصلت ان بعض القرى اختفت من على وجه الارض واختفت من على الخريطة بالكامل. الاهالي هنا في حالة انهيار وفي حالة ذهول، في حالة فقدان للعقل، ما يعرفوش اولادهم ميتين ولا عايشين. ان كانوا ميتين فهم راضيين بقضاء ربنا وقدره، ولكن يعرفهم ان ابنهم توفى الى رحمة الله تعالى، وان كان عايش يطمنوا عليه ويحاولوا يكون في تواصل بينهم وبينه للاطمئنان عليهم. 3 أسر في حالة انهيار زي ما شفتوا من شوية، أسرة شريف وأسرة عبد الستار، وهنا أيضا أسرة عطية وزوجة عطية اللي في حالة انهيار تام وفي حالة ذهول. جوزها ما عادش معاها غير شهر واحد، سافر عشان يسدد دينه. بعد فترة رجع لها خبر جوزك ما احناش عارفين هو عايش ولا ميت. كل طلبات الأسر عايزين يعرفهم إن كان أولادهم ميتين ولا عايشين. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصري اليوم، دي كانت تغطيتنا من داخل مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية. كان معاكم في التغطية محمد رمزي مونس. شكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.